ابوها بيشوف بنته بتدهن العروسه باللون الابيض، وبقول لها انت بتعملي كده ليه مع انك بتحبيها؟ وبتقول له المدرسه قالت لي ان الناس البيضاء احسن من الناس السوداء، والناس السوداء مجرمين. وبقول لها هي قالت لي كده؟ وبتقول له اه. وبيجي تاني يوم وبروح لها على المدرسه، وبقول لها انت قلت للبنت ان الناس السوداء مجرمين ووحشين؟ وبتقول له لا انا ما اقصدش كده، انا كنت بحاول افهمها اكتر. وبقول لها حاولي تحببي الاطفال في خلقتهم مش كراهين في نفسهم. وبيمد ايده عشان يسلم عليها، بس البنت ما بترضاش تسلم عليه، وبتقول له فرصه سعيده. والولد بيتضايق منها، وبقول له مراته اللي بتقول لبنتنا ان الناس البيضاء احسن من الناس السوداء، وبقول لها دي بتعمل فكره وحشه بين الاطفال وبتخليهم يكرهوا بعض. وبقول لها انا هتصل بشرطه وهقول لهم. وبتقول له استنى انا عندي فكره. وبيجي تاني يوم وبتبقى مدرسه في المدرسه، وبتقول لها انا جانا زميلتك المدرسه الجديده، وبتسلم على بنتها وبتقول لها انت اسمك ايه؟ وبتعمل نفسها ما تعرفهاش، وبتقول لها اسمها مايا. بعد كده بتقول للمدرسه انا مش بحب البنات السود دول، بحسهم مش كويسين. وبتقول لها انت بتقول ايه؟ وبتعمل نفسها متضايقه من كلامها. وبتقول لها انت ما بتحبيش ليه البنات السود دول اطفال؟ وبتقول لها بحسهم مش كويسين. والبنت بتضحك، وبتقول لها اخيرا لقيت حد يفكر زيي هنا. وبتقول لها تعالي معايا انا عندي فكره عشان